بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعزائي جميع متابعين قناتكم ارانب الخير في كل بيت. انا معاكم النهارده ان شاء الله في فيديو جديد جميل ممتع، تابعوه للنهايه نستفيد كلنا باذن الله مع بعض. تعالوا نتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا كل الناس بتتكلم عنها اليومين دول. هي ايه؟ الارانب والصيف. اتعامل ازاي مع الارانب في الصيف؟ اكسب ازاي من مشروع الارانب في الصيف؟ طيب اعمل ايه مع الامهات العشار في الصيف؟ الارانب بتموت، الام ولدت، ام قبل ما تولد ماتت، الام بعد ما ولدت ماتت، الفطام بيموت، الخلفات الصغيره بتموت. اعمل ايه علشان المشروع بتاعي ما يفشلش؟ تعالوا نتكلم النهارده عن ان احنا نتعامل ازاي مع الارانب في الصيف. انا معايا امكانيات، خلاص اجيب خلايا تبريد اهي، خلايا تبريد في الوش اهي، اجيب قبلها شفاطات. دي امكانياتي، انا معايا ربنا كرمني ومعايا امكانيات بجيب ده. فعشان كده في خلفات اهي، في ارانب اهي، في امهات بتولد اهي، في امهات بتولد اهو، شايفين اهو. ما دام في امكانيات عندي وجبت خلايا تبريد هلاقي ام بتولد، ام والده، ام معاها خلفات، ام اهو، كله اهو. الام اهي داخله عشان تولد اهو، بسم الله ما شاء الله. عندي فطام، عندي انتاج. طيب انا مثلا امكانياتي محدوده وعلى قدي، اعمل ايه؟ ايه البديل لخلايا التبريد في الصيف علشان انجح في مشروع الارنب وما افشلش؟ انا مش عايز افشل، انا عايز اعمل اربي مثلا 10 امهات وذكرين واكسب منهم واكفي بيتي من الاكل ومن الشرب، ولو محتاج اي حاجه اروح ابيع لي ارنبين في السوق واجيب اللي انا محتاجه. طيب انا اعمل ايه بحاجات بسيطه وسهله علشان اكسب في الصيف؟ بسيطه قوي، بخاخه بس، بخاخه ب10 جنيه وجيركن يود وشويه ميه ساقعه. اعمل ايه علشان اخلي الارنب يبقى مزاجه حلو في الصيف، كويس في الصيف؟ اجيب البخاخه دي وفي الحر شويه يود فيها وحبه ميه ساقعين، ما يبقوش ساقعين قوي. لازم طبعا الميه بتاعه الشرب بتاع الارانب تبقى ساقعه شويه، ما تبقاش ميه من الحنفيه سخنه تشوي بطن الارنب، تشوي معدته. انا عايزه الارنب يكون مزاجه حلو، العلف كويس، يبقى انا اكله اكل كويس واديه ميه كويس. ميه كويس اولا تكون نظيفه، اولا تكون نظيفه، ثانيا تكون ساقعه، بلاش تكون الميه بتاعت الارانب سخنه. في اي حال من الاحوال لو الجو عندي حتى كويس لازم الارانب الميه بتاعتها تكون ساقعه شويه. دايما نقيس الارنب علينا احنا، علينا احنا. انا قادر اشرب الميه من الحنفيه ولا لا؟ طب ما انا مش هشرب اهو. الارنب لازم يكون عنده الميه باستمرار. في ناس بتبعت على التعليقات وبتقول اشيل الميه من قدام الارانب عمر قد ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها ان الارانب بتشرب باستمرار. علف جيد زائد ميه تكون ساقعه شويه، ممكن احط ليمون، ممكن احط اللي انا عايزاه في الميه، بس بغيرها كل يوم، بغيرها كل يوم. اغسل خطوط الميه، انضفها واطهرها بخل او بيود، ولازم الميه بتاعتي تكون عند الارانب تكون ساقعه. اجي في الحر بالبخاخه بشويه ميه ساقعين وعليهم شويه يود. كل شويه انا عامله مشروع علشان اكسب منه، مش عشان اعمل المشروع واحط الارانب على السطح في الحر او في اي مكان ايا كان عندي تبع المتاح ليا واسيبهم واروح انام في التكييف واقول انا مالي. لا، احط لهم مروحه تجيب لهم التهاب رئوي. لا، اتعب مع الارنب شويه هتلاقي الموضوع معايا بدا ينجح ويبقى كويس. طبعا مفيش حد فينا كلنا مفيش عنده ثلاجه. اجيب ازاز الميه الصغيره دي او الكبيره حتى تبع العين عندي، صغيره ولا كبيره، اعملها تلج واحط. اجي من الساعه 10 الصبح احط ازازه التلج جنب الارانب. دي حاجه بسيطه قوي، حاجه سهله خالص، مش هتكلفني حاجه، ده شويه ميه وازازه. انا ما معيش امكانيه السنه دي مثلا اجيب خلايا تبريد، اعمل الحكايه دي والسنه الجايه اوفر او اكسب، احاول ان انا اطلع ارنب بشطارتي طبعا وبمجهودي معاه علشان ابدا اشتري خلايا تبريد. طيب انا ما فيش امكانيه خالص اجيب خيش ابله ميه وافتح قباله الشفاط، هيجيب لي الهواء كويس، الهواء حلو كده وسخن، سخن من بره يدخل على الخيش هيجي ساقع ويبقى حلو كده ويروح عند الارانب، يطر الجو عند الارانب.
يخلي الجو حلو عند الارانب. ما لقحش الارانب في الجو الحر، ما اكلش الارانب في الجو الحر. لازم الميه باستمرار باستمرار، انزل فيها املاح معدنيه وفيتامينات، ده في الحر مهم جدا، بيرفع مناعه الارنب كويس قوي قوي. يبقى الخيش، يبقى الازاز الميه بالتلج دايما، دايما البخاخه تكون معايا. البخاخه دي اساسي في ايدي اصلا في اي حاجه. لما امسك ارنبه اروح من ارنبه لارنبه لازم تكون في ايدي، لازم يكون اطهر الامهات على طول، لازم انضفهم على طول، ارش باستمرار، ما ارشش بالديزلون بالذات في الحر علشان احمي برضو الارنب واطلعه في الصيف. الحر الجامد قوي ما ارشش اي سموم، ما ارشش اي سموم. السموم برشها مثلا في الطراوه بالليل، الجو عندي حلو وكويس ومناسب ارش علشان برضو احمي الارنب من الجرب، ما يبقاش عنده جرب، ما يبقاش تعبان معايا، ما يبقاش مزاجه وحش. انا عايزه الارنب في الصيف يبقى كويس. ما عمر ما واحد هيطلع في الصيف ارنب غير لما يكون مهتم بيه، بيهتم بالاكل بتاعه كويس، بيهتم بالعلف بتاعه الكويس. اهو لازم الميه بتاعته تكون كويسه والاكل بتاعه يكون كويس. اهو طبعا بص ما شاء الله. وبرده حاجه مهمه تاني، ان انا ما اخليش في عين الفطام اكتر من 1 أو 2 في السن. بقى خلاص بدل وصل لكيلو كيلو ونص، خلاص بقى اخف الارانب عن بعضها عشان الجو بيبقى حر، غير برضو ان هما بيشكلوا مع بعض. فانا احاول ان انا يعني اشغل بس دماغي شويه، والله هكسب باذن الله ويبقى المشروع مربح جدا. ما اقولش المشروع فاشل وانا اللي نايمه ما بعملش اللي عليا. انا لو بربي مثلا الكتاكيت الصغيره في الصيف بنعمل فيها ايه؟ طبعا في الشتاء كل الامهات عارفين وكل الناس عارفين، لمبه واحطها بسلك واحطهم في مكان مقفول عليه، صح؟ طيب لو انا مثلا في الصيف بفردهم في مكان واسع واخلي المكان يكون جيد التهويه عندهم، نفس الحكايه الارانب بالظبط. بس الارانب محتاجه تكه زياده شويه، ان الارنب عليه فرو غير الحيوانات التانية، ربنا حباها بالفرو ده. في الشتاء المعامله معاه بتبقى سهله شويه، في الصيف في ناس كتير بتصفي في الصيف، فاحنا مش عايزين احنا كمان نصفي في الصيف، لا نشتغل على قد ما احنا قادرين. في امهات تعبت معايا زي ما قلنا نريحها شويه، في امهات مثلا ولدت وجابت عدد كويس وطلعته معايا اريحها شهر مثلا، اريحها دوره مفيش مشكله، اريحها الشهرين بتوع الصيف 7 و8، اريح الامهات بتاعتي، اقلل نسبه الارانب عندي مفيش مشكله. طيب لو هي شغاله وبتديني وكويسه ماشي ما دام الجو مناسب وحلو ادي هشغلها عادي. انما لو الجو مش مناسب كويس لا، اقلل نسبه الانتاج شويه، اخلي الام ترتاح شويه، اخلي الفطام يكون عدده قليل، اجيب دايما بالبخاخه واليود والميه الساقعه، اغير ميه الارانب على طول كل يوم الصبح. لازم الجردل الميه اللي فوق هناك ده اهو هناك شايفين في الوش هناك الازرق ده، لازم بيطلع العامل كل يوم ويبص فيه وينضفه ويطهره ويعقمه بالخل مره او باليود مره، واسيب الميه انضفها واشيل الميه القديمه باستمرار عشان ما ينزلش فيها حاجه تعمل لي مشكله عند الارنب. لان لو في مشكله في الميه بتقوم ضاره كل الارانب، كل خطوط الارانب بتتضر مره واحده. فده يعني انا حاولت النهارده ان احنا نلخص مشاكل الارانب كلها في الصيف. طبعا الام العشار لازم اهتم بيها في الصيف، لازم الامهات العشار لازم اهتم بيها في الصيف. الام العشار شايفين بتبقى قاعده في الصيف يعني حالتها كتر خيرها، هي الجو طبعا حر، هي طبعا شايله مثلا 7 8 ارانب في بطنها مش مستحمله، لازم الجو يكون عندها كويس، العلف بتاعها باستمرار يكون قدامها، لازم نبل الميه دايما، ايدي على نبل الميه بالذات في الصيف للامهات العشار واللي بترضع. اكتر حاجه مهمه ليهم الميه، والميه برضو زي ما قلنا بنقيس نفسنا، بنشوف ايه اللي احنا بنعمله لنفسنا ونعمله للارانب بالظبط. انا مش هستحمل ميه الحنفيه او ميه سخنه، فالارنب برضو يكون عنده الميه كويسه، تكون الميه ساقعه شويه ماشي، ممكن احط في الجردل الكبير اللي هناك ده لوح تلج او لوحين تلج مفيش مشكله، مش لوح كبير قوي يعني، يبقى وسط، ازازتين تلج واحطهم في قلبه يسقع الميه شويه للارانب، تخلي الارنب يكون كويس، ما ياكلش في الصيف في الحر، الارنب ما يتعلقش في الحر. شايفين الارانب هي مفيش قدامها اكل في الحر اهو، المكان فاضي خالص، المكان فاضيه مفيش غير قدام الامهات العشار واللي بترضع بس، انما الفطام
اي حاجه تانية عادي برضو جوها طول مثلا من الساعه 10 الصبح لحد 5 قبل المغرب كده. على المغرب اعلف ابدا الميه موجوده طبعا اساسي زي ما قلنا، الاكل يتحط يبقى الارنب ياكل ويشرب ويكون مزاجه حلو، واوفر له الجو كويس. دايما الترمومتر معايا في المكان، اعرف دايما درجه الحراره. علب اشوف خلايا التبريد اخبارها ايه. الجو الميه قطعت مثلا اجيب بخاخه وارش على الارانب كلها ميه بيود، بيخلي الارنب ينتعش ويبقى كويس في الصيف. فبتهيألي احنا كده جبنا كل حاجه. حتى الارانب الصغيره في الصيف لازم في الولاده اهتم بيها وارش يود دايما ميه بيود على الارانب الصغيره اللي هي دي، واقلل نسبه النتف عليهم علشان يبقى صحتهم كويسه وجيده، واطلع عندي اعلى انتاج في الارانب. بس زي ما قلنا تكات صغيره، حاجات كده صغننه بتطلع عندي اعلى انتاج. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب كلنا نستفاد منه ونعمل اللي فيه. زي ما قلنا كراسه صغيره كده وقلم، واكتب النقاط كده ورا بعضها. اعمل ايه في الصيف، اعمل ايه مع الام العشار، اعمل ايه مع الام اللي ولدت، اعمل ايه مع الام اللي بترضع، اعمل ايه مع الفطام. يبقى انا ان شاء الله هكسب من مشروع الارنب. الارنب اليومين دول من 70 ل 80 جنيه الكيلو، كتير مش قليل، مش مبلغ قليل. لو ربنا زي ما قلنا 10 ارانب وذكرين هيجيبوا لي انتاج كويس ان شاء الله. بس نتابع، ناكل علف جيد، نختار الارنب من مكان يكون كويس، يبقى احنا ان شاء الله هننجح في مشروع الارنب. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يرضاكم من اعجابكم، يكون دايما عند حسن ظنكم. استنونا في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله نستفيد بيها كلنا مع بعض، موضوعات مهمه مفيده في تربيه الارانب ان شاء الله. ربنا يسهل كده ونعمل تربيه الارانب على الارض تاني مع بعض ان شاء الله، ونجيب لكم ارانب بلدي باذن الله. انا عارفه ان في ناس كتير، قطاع كبير جدا بيربي على الارض وبيحب الارانب البلدي. ان شاء الله ربنا يسهل ونعمله لكم تاني المشروع ده على الارض ان شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا ربنا يرضاكم من اعجابكم، كن دايما عند حسن ظنكم. استنونا ان شاء الله فيديوهات كتير باذن الله تكون مفيده ان شاء الله لكل المربين الارانب. اي اخت من الاخوات الفاضلات تحب تتواصل معنا على تليجرام ارانب الخيل السيدات على رقم الشيخ سامر 010-6281-503. اي حد يحب يحجز سلالات بطاريات اعلاف ادويه على رقم الحاج 010-646-771. تحت امركم ان شاء الله في اي حاجه تطلبوها مننا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.